رولات الجلاش باللحمة المفرومة تحفة يا جماعة، ما يعديش عيد او اي، والله مش اعياد بس ولا مناسبات بس، هي بصي جميلة جدا. لازم تعملها، اقولك ايه، كل اسبوع من حلاوتها تعملها كل اسبوع. معانا لحمة متعصجة، وطبعا هنعرف دلوقتي احنا معصجينها ازاي، ومعانا لفة جلاش وبيضاية وكوباية الا ربع حليب مغلي ويعني سايبينه بريد كده، ونص كوباية زيت على سمنة. تمام. هنشوف بقى احنا عصجنا اللحمة القمر دي ازاي. هنجيب 4 بصلات وسط وعليهم قرن شطة وفصين توم ونص معلقة ملح صغيرة، وهنضربهم حلو في الكبة زي ما انت شايفة كده. تمام. الجلاش ده يا جماعة بصوا هو في جميع الحالات مسكر حادق تحفة. جبنا الوك بقى السخن، سخناه على النار وحطينا معلقة سمنة حلوة، هتسيح كده، وهنقوم نازلين باللحمة المفرومة. برضو هنفكها كده من بعضها، لان هي كانت متلجة وسبتها تفك. وفي حتة كده متلجة صغيرة كده هنسيبها برضو تفك كده شوية معانا، واما تاخد لون من تحت هنبدأ نقلب فيها. لو انتم ملاحظين ان انا يعني ايه، قعدت اكسر فيها كده وافرد فيها في الوك، واكسر في الحته المتلجه ديت لحد ما خدت لون من تحت وبدات اقلب. تمام. هنقوم نازلين ده بقى دلوقتي بالبصلايه المبشوره اللي عليها قرن الشطه، وفصين التوم ونص معلقه الملح زي ما انت شايفه كده. قلبي بقى. هو ما فيش يعني البصل هينزل شويه ميه كده هتشربهم، وخلاص على كده. لما تشربهم اللحمة تشربهم، او يعني هينشفهم. لان الجلاش ايا كان نوع جلاش لازم يعني هتعمليه رول او صينية عادية، لازم تنشفي السوائل اللي في اللحمة المفرومة حلو، عشان خاطر ايه ما تطرش منك الجلاش. وحطينا ملح وفلفل وكزبرة وبابريكا ومعلقة صلصة. تمام. قلبي بقى. ما شاء الله هتاكلي حبة لحمة متعصجين تحفة. كل ما بتكتري في البصل كل ما بتخلي طعم اللحمة احلى. تمام. بالله عليكم اشتركوا في القناة يا جماعة، اتمنى يعني بالله عليكم. ولايك كده حلو يا جماعة يعني، اللايكات عندي بتحتضر يعني. ماشي. التشريبة بقى هنعملها، نزلنا بالكوباية الا ربع حليب على نص كوباية سمنة على زيت. البضاية ديت هنحط عليها ملح وفلفل ونص معلقة بيكنج باودر صغيرة. هنقلبهم حلو. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على النبي، صلوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد. قلبي بقى حلو كده، وانزل عليها بالتشريبة دي. هنقلبها برضو حلو. وهنجيب لفة الجلاش القمر الجميلة ديت. انا يعني احنا جايباها من مصنع بيغلفوا كده، وقبل ما يوزعوا بروح اجيبها. ما شاء الله تحفة جدا، طرية وما شاء الله متبقاش مكسرة ولا حاجة. ساعات الواحد بيجيبها من المحلات بره بتبقى ملزقة كده ومعجنة، لا بتبقى صعبة جدا. جهزنا بقى معانا اللحمة المتعصجة والصينية ده هندهنها بسمنة. ومعانا طبعا الجلاش ومعانا التشريبة، مجهزين كل حاجة. كل حاجة ايه حضرها قدامك كده علشان خاطر ايه تيجي تعملي الحاجة، لان خلاص انت كشفت الجلاش، لازم بقى تشتغلي فيه على طول. ولازم كل ما تحطيه على فوطة كده، ولازم تاخدي ورقة وتغطيها، تاخدي ورقة وتغطيها علشان ما ينشفش معاكي. كل ورقة كده انا هعمل ورقتين بورقتين، يعني هعمل الرول ورقتين على بعض، عايزة تعملي 3 براحتك. انا دهنت يعني ورقة الجلاش بالتشريبة دي، والورقة التانية برضه هتدهن وهتتحط عليها اللحمة المفرومة. التشريبة دي هتخليها تورق معاكي وهتبقى طرية، ولون واخدة لون حلو يعني استوت مش دخلت على طول على نار عالية تقوم واخدة لون وهي لسه نية من جوه، لا خدت سوا حلو وطرية وطلعة طرية، انتوا فاهمين، مش ناشفة. ما شاء الله كانت تحفة يا جماعة. رص بقى في الصينية الجميلة بتاعتك كده.
نحطها بالعرض كده. هنعمل الورقة التانية، الرول التاني، ادهني برضو كده علشان تورقي الجلاش معاكي زي ما انت شايفه. انا هعمل معاكم يعني 2 3 كده وخلاص، والباقي هكمله ايه مع نفسي. افرد بقى ايه معلقتين كده يعني لحمه متعصجه، عايزه تحطي عليهم جبنه موتزاريلا براحتك، بس يعني مش لازم تكلفه، هي كفايه تكلفه اللحم الصراحه، هي مش هتزود في الطعم حاجه يعني. تمام. هنعمل الورقه التالتة ديت وايه، وهكمل انا بقى ايه مع نفسي. هنحط الورقه التانية وهندهنها، هنحط معلقتين اللحمه المتعصجه وهنلفها وخلاص. اعملي بقى كل الكمية بالطريقة ديت، سهلة جدا يا جماعة، سهلة سهلة قوي. زي ما انت شايفة كده، كل لما تخلصي بقى الكمية قطعيها قبل ما تحطي تشريبة والكلام من ده فوق، يعني قطعيها كده، اسندي بايدك كده الشمال وقطعي بايدك اليمين، وقطعيها بقى علشان خاطر ايه، انت لو حطيت التشريبة مش هتعرفي تعملي الحركة دي، مش هتعرفي تسندي كده بايدك ولا هتتقطع حلو. قطعي وبعدين قومي حاطة التشريبة، سقسقيها بقى كده بالتشريبة. طبعا في الوقت ده احنا مولعين الفرن على نار عالية وحاطين الشبكة في نص الفرن، وهنسيبها 10 دقايق او ربع ساعة وبعدين ندخلها الفرن، وهتطلع بقى معاكي تحفة كده. هتطلع من فوق تسوية من فوق زي من تحت، تحفة جميلة يا جماعة. هندخلنا لها الفرن وخرجناها طبعا. إيه ما شاء الله جميلة، ما قعدتش في الفرن يا دوبك ربع ساعة. إيه خرق الحروف كده خدت لون من تحت، وطفيت من تحت وقمت مولعة الشواية، خدت لون برضو الجميل ده من تحت. هي من فوق، هي من فوق زي من تحت، بسم الله ما شاء الله. تسوية جميلة وطرية، ما هيش ناشفة، لا لا جميلة جميلة تحفة. يعني انا ابن صغير ما بياكلش الحاجة الناشفة، لا انا كنت باكله منها، تخيلوا. جميلة التشريبة دي، مخلاها مهما يعني اتعملت زادت في التسوية. طرية برضو، واخدة بالك، طرية وجوسي كده من جوه، جميلة. سلكي بقى كده بالسكينة، شايفة الجمال، بسم الله ما شاء الله، تحفة يا جماعة، تحفة، لازم تجربوها. والله أنا ما خدتش كمان اللحمة المفرومة كلها، ما خدتهاش كلها. شايفين الجمال يا جماعة. عايزة تقللي بقى لحمة مفرومة تزودي براحتك. خطيرة، خطيرة. اتمنى الاشتراك في القناة يا جماعة، بالله عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس اهم حاجة. لو استفدتوا، ما استفدتوش ما تشتركوش، انا بقول لكم اهو. شايفة الجمال، شايفة التسوية من تحت زي من فوق، تحفة يا جماعة، خطيرة والله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. اعمليها بالطريقة ديت وبالتشريبة اللي انا عملتها ديت، وحطي نص كوب المعلقة البيكنج باودر الصغيرة، تحفة، تحفة جميلة، طرية وزي العسل. اللايكات يا جماعة بالله عليكم، اللايكات اللايكات. شايفة الجمال، شايفة بس سخنة مولعة، خبر، سخنة قوي. زي ما انت شايفة كده، مش بسم الله ما شاء الله. وبحبكم في الله، وكل سنة وانتم طيبين، وكومنت كده تصلوا فيه على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.